ومن الرياض ينضم إلينا المختص بالشأن الخليجي صعب الصديد. أهلا بك معنا. نبدأ معك بالحديث عن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر هذا اليوم. كيف ينظر خليجيا إلى ما جاء في خطاب ترامب؟ صبحك الله بالخير أختي الكريمة، أهلا بك. وتحياتنا لأهلنا وناسنا العزيزين. أختي الكريمة، أهمية الخطاب أنه الخطاب هو يحمل تايتل مهم اللي هو خطاب الأمة. هو يتحدث إلى الداخل الأمريكي ويتحدث إلى الأمة الأمريكية. الخطاب فيه إشارات مهمة، سبق أنه أشرنا نعم. إلى أنه الحدث في إيران هو ذات الحدث اللي حصل في العراق. هو اليوم أشار بإشارة مهمة بإعادتهم إلى العصر الحجري. طبعا هذه المفردة يعني ترددت في لقاء طارق عزيز وبيكر في جنيف. احنا الآن جالس نتحدث على منظومة دولية جديدة. بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو تحدث وهو صادق في حديثه انه لا يمثل تهديد الولايات المتحدة مضيق هرمز. إذا ما استذكرنا انه مضيق هرمز في موضوع الطاقة، كل ما ينتجه مضيق هرمز هو عبارة عن 1,800,000 برميل نفط. فبالنتيجة الحدث بعملية زيادة خنق المضيق أو عملية نقل أزمة المضيق من أزمة إقليمية إلى أزمة دولية، هي الفكرة منها تغيير آليات التحالفات. والفكرة الأخرى من هذا المسار هو فرض الهيمنة الأمريكية وفرض منظومة دولية جديدة تتحدث بأنه الفاعل الرئيسي في الحدث الدولي هي الولايات المتحدة. وأيضا نقطة مهمة يجب أنه نشير لهذه النقطة، نعم. ويجب أنه نعيد هذه النقطة دائما ونذكر أنه هنالك منظومة جديدة تمثل الناتو العربي. هنالك منظومة تمثل عرب يونايتد. كما هي الاتحاد الأوروبي، أنا أقول أنه العالم على مشارف ولادة منظومات جديدة اقتصادية سياسية. سيكون رأس الهرم في هذه المنظومات هي الدول العربية بما تمثل دول الخليج والأردن وسوريا. هذه النقطة مهمة يجب أن نركز عليها. نعم. ولك الحديث أختي الكريم.